طبعا برحب بحضراتكم في كورس السبس. كورس مهم جدا. انا يعني بتمن جدا الناس المحترمه اللي بتفكر تاخد كورس السبس. كورس مهم يعتبر ماجستير. انا بعتبر ده ماجستير في التوريدات. الدبلومه اللي بناخدها دلوقتي اللي هي L4 في السبس يعني تحتوي على كلام محترم جدا، كلام تنفيذي هتلاقيه حضرتك على أرض الواقع بينفذ طبقا لأحدث المستويات الموجودة، طبقا كمان للقانون الإنجليزي. يمكن سبس أعلى شهادة توريدات موجودة في الماركت حاليا، شهادة عالمية معترف بيها بشكل كبير جدا. فإن حضرتك تقدم في السبس وتبدأ تاخد الكورسات ويبقى فيه الطموح ده شيء محمود جدا جدا جدا. ده رقم واحد. ناس كتير اللي قبل حضراتكم طبعا يعني في الكورسات اللي فاتت الناس تبقى قلقانة من السبس. ده صعب، ده هنعمل ايه الامتحانات. خلينا نحكي الاول هو عباره عن ايه السبس او ال 4 اللي بنتكلم عليه النهارده. الشهاده بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن 8 كتب او 8 موديولز. الموديول الاولاني اللي هنتكلم عليه فيه 5 محاضرات، لان هو الموديول الاولاني يحتوي على ملخص لكل حاجه هناخدها بعد كده ان شاء الله، حتى الكتب التانية كمان. فهو يعتبر كتاب مهم جدا اللي هو بيتكلم على البريكيورمنت ان جنرال والسبلاي تشين مانجمنت والفرق ما بينهم واللوجيستكس والبريكيورمنت سايكل والبريكيورمنت كوربريت جفرنس. حقيقه كتاب محترم جدا، هو انفلونس اوف بريكيورمنت اسم كده الموديول. كل موديول من الثمانيه بيخلص بناخد في اخر محاضره فيه محاضره مراجعه بكيس ستادي بحل اسئله من اسئله السبس عشان اطمن ان الكتاب تم تخطيطه. الموديول الاولاني بريكيورمنت انفلونس بريكيورمنت، الموديول الثاني البيزنس نيد، الموديول الثالث عندنا الكوميرشال كونتراكت، موديول جميل جدا 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 الحقيقه. بيتكلم على الكونتراكت وايه انواع الكونتراكت وايه الثغرات اللي في الكونتراكت ونخلي بالنا من ايه. كلام بيبقى محترم جدا ومهم جدا جدا. الكتاب الرابع ethical sourcing، الكتاب الخامس commercial negotiation، الكتاب السادس supplier relationship management. كلها حاجات الحقيقة مهمة جدا لينا ك procurement managers. الكتاب السابع whole life asset management، والكتاب الثامن زي الاولاني بيقول لحضرتك الايسي كويشن procurement in practice، برضه بيعتبر مراجعة لكل اللي فات. يبقى الكتاب الاولاني تقديمه لكل الكتب، والكتاب الثامن مراجعه لكل اللي فات. عشان كده الكتاب الاولاني والثامن عباره عن ايسي كويشن. الحاجه الجديده اللي تاسك عملتها بالاتفاق مع سيبس ان بعد اخر كل موديول، يعني احنا عندنا 26 اسبوع. ليه 26 اسبوع؟ احنا الكتاب الاولاني هو اطول كتاب، المفروض هو 4 محاضرات، وبقيه الكتب الثانيه محاضرتين، ولكن احنا زودنا بعد كل موديول محاضره بنراجع فيها اللي اتقال في كل الموديول، وبنعمل فيها كيس ستادي مع بعض، وبنحل اسئله من اسئله السبس عشان الناس تطمن ويكون احنا جاهزين نخش الامتحان. طبعا احب اعرفكم بنفسي الاول لان يمكن دخلت على طول في الشرح الكورس. يعني انا دكتور شريف ابو الغيط، شغال بريكيومنت دايركتور في شركه MPCC في الامارات. يمكن اول ما اتخرجت قعدت 5 سنين في شركه ABB اتشرفت، وسنتين في اسك اوتوميشن، سنه في جيزه سيستمز، وبعدين في امبي بتروليوم كامباني قعدت حوالي 17 سنه. وحاليا بقالي 3 سنين في الامارات في شركه MPCC ماسك بريكيومنت دايركتور في الشركه. بفضل الله حصل على الDBA الMBA والDBA وسبس سبس الحمد لله رب العالمين. وبتشرف ان انا مع حضراتكم. يمكن عدينا كذا كورس مع ليرنرز محترمين وزملاء زي حضراتكم عدوا بشكل كبير. فان شاء الله يكون كورس مميز. كل اللي طالبه من حضراتكم ان احنا ناخد الموضوع بجديه. يعني انا اضمن لك باذن الله تعالى ان هتعدي، لان انا عارف كويس جدا احنا بنعمل ايه. وقصاد كده انا عايز حضرتك توعدني بالالتزام الكامل. يبقى الموديول 1 موديول 8 ايسي كويشن، 2 3 4 5 6 7 مالتيبل تشويس، بيكون النجاح فيه من 70% المالتيبل تشويس، واحنا عندنا الحمد لله ما حدش بيقل عن 90% ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
لان احنا عارفين ترمينولوجي السبس والناس بتفكر ازاي. الايسي كويشن باس اور نوت باس 50% النجاح، المالتيبل تشويس 70%. وتاني الحمد لله رب العالمين ما عندناش حد بفضل الله سبحانه وتعالى بيجيب اقل من 90 في المالتيبل تشويس و70%، يعني لما يكون الدنيا يعني في الايسي كويشن. امتحان بيتفتح كل فتره، تقدر حضرتك تخش كذا موديول تقدر تعمل هذا الكلام. انت بتتكلم في ماجستير، انا بقول لك ما يقلش عن ماجستير باي حل من الاحوال. في نفس الوقت برضو بوعدك ان هو فيري ايزي، مش بهون ولا بسهل ولا بهول، ولكن انا عارف انا بعمل ايه، احنا عارفين كتاسك بنعمل ايه. مش مطلوب من سيادتك الا التركيز معايا في المحاضره وسماع المحاضره مره تانية، والمحاضره اللي جايه تسالني في اللي انت عايز تساله في المحاضره اللي فاتت. جاست المتابعه وتيك ات سيريس، مش اكتر من كده خالص. ليك فرصه واحده في العمر عشان تحصل على الام سيبس، لازم تاخد ال4 اللي هو 8 كتب اللي بناخده اللي هندرسه مع بعض، وال5 8 تانيين، وال6 8 تالتين، 24 كتاب. او بعد ال4 فقط بتخش حاجه اسمها فاست تراك مره في العمر، تاسك بروفيشنال في هذا الموضوع. الفاست تراك ده بيبقى امتحان بتمتحنه زي بقيه الامتحانات، بلس انترفيو لجنه من انجلترا اونلاين، بيقعدوا يسالوك 5-6 ساعات. انا عملت المهر مع تاسك وانا ستودنت، وساعدت بعد كده كانستراكتور مع الشباب تاسك بروفيشنال في المهر. بروفيشنال في المهر، خلي بالك هي مره واحده في العمر، يا باس يا خلاص. باس هتوفر عليك ال 8 وال 8 16 كتاب، ال 4 تخليك تقدر تعمل باذن الله يعني.